بُص من الآخر عشان أكون جاي معاك سكة ودغري، خطوة تأمين قناتك دي خطوة إجبارية لازم تعملها في القناة بتاعتك، فالنهارده أنا جايب لك طريقة جديدة تقدر تأمِّن بيها القناة بتاعتك، وزي ما قُلت لك كل ما زوّدنا في عدد خطوات تأمين القناة، كل ما بنصعّبها على اللي عايز يسرق القناة بتاعتنا، هارجع وأقولها لك ما تدّيش لحد الأمان، كل ما زوّدت في عدد خطوات الأمان اللي أنت بتضيفها لحساب الجيميل بتاعك اللي هو بتاع القناة، كل ما ده صعّب على اللي عايز يسرق قناتك السرقة، يعني بتصعّبها عليه على قد ما بتقدر. وبعد فضل الله سبحانه وتعالى لو إحنا جينا هنا أهو يا باشا لازم تخش على الصفحة الرئيسية بتاعة القناة وتخش من هنا أهو وتقوم داخل لي على كلمة حساب جوجل أو تخش على الجيميل على طول، المهم إن أنت توصل هنا أهو، يعني أنت لو أنت على التليفون هتخش على تدوس على صورة القناة وتدوس لي على حساب الجيميل أو إدارة حساب الجيميل ده. طيب أول حاجة اللي أنا عايزه من الحوار ده كله إن أنت هتيجي لي على الجنب هنا أهو من الترس ده وتدوس لي على كلمة الأمان، بعد كده أهو هتنزل تحت كده أهو شوية لحد ما هتوصل عند كلمة اللي هي التحقق بخطوتين. طبعًا كنا عملنا حلقة إزاي تفعّل التحقق بخطوتين دي، طبعًا الحلقة ظهرت قدّامك أهي تقدر تروح تشوفها. حتّة التحقق بخطوتين دي مهمة جدًا، 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 وللعلم مش هتعرف تقدّم قناتك للمراجعة، يعني قناتك مش هينفع تخش مراجعة تحقيق الربح إلا لمّا تكون مفعّل التحقق بخطوتين، دي خطوة إجبارية عمومًا. طيب لمّا ندوس بقى على التحقق بخطوتين هيطلب مننا الباسورد بتاع القناة، فهندخّل الباسورد ما فيش أدنى مشكلة، تمام أهو. مؤاخذة باسورد غلط، فأهو تمام، هو قناتي والله يعني بس هي الفكرة إن أنا الباسورد كتبته غلط يعني، تمام. كنا في الحلقات السابقة عملنا إزاي تأمِّن قناتك برقم التليفون، وعملنا في الحلقات السابقة إزاي تأمِّن قناتك اللي هو المصادقة الثنائية، ولكن ما عملناش طريقة الرموز الاحتياطية. الرموز الاحتياطية دي ببساطة شديدة هافهّمك يعني إيه كل حاجة دلوقتي أمّا نخش فيها. كل اللي علينا بندوس عليها وبعد ما بتخش هنا أهو بتقول له الحصول على الرموز الاحتياطية. زي ما أنت ما شايف حضرتك بيدّيك رموز، أنا طبعًا أنا خافيها لإن دي حاجة تخصّني وتخُص حساب الجيميل بتاعك، بس أنت عمومًا أنت هتشوف قدّامك أدي رمز 2، 3، 4، 5 هتشوف 10 رموز. طيب ال10 رموز دول فايدتهم إيه في الحياة أو هيهموني في إيه؟ بُص حضرتك كل اللي عليك بس في البداية إن أنت بتاخد screenshot للصورة دي، أو بتاخد يعني أنا هاخدها دلوقتي قدّامك أهو Windows Shift S عمومًا دي معناها إن إحنا بناخد screenshot للشاشة، وباخد الscreen بتاعي للرموز دي، تمام؟ أهو، ليه؟ لأن الرموز دي هاحتاجها دلوقتي، هاقول لك ليه برضه. أنا دلوقتي هاعمل لها حفظ، تمام؟ أهو أنا حفظتها عندي على الجهاز، كده الرموز دي بقت عندي على الجهاز. أنت لو بتليفونك صوّرها، تمام، تمام، أو لو أنت عندك ماكينة طباعة رابطها بالكمبيوتر اطبعها. طيب أنت دلوقتي الرموز دي say مثلًا أنت زهقت منها وعايز تغيّرها، أنت عايز تغيّرها، كل اللي عليك بتدوس على علامة الحذف دي، بس بيحذفها لك، تمام، بيشيل لك الرموز خالص، وممكن تطلب رموز جديدة، يعني أنت مثلًا هنفرض دلوقتي إن أنت الرموز دي أنت شايفها دلوقتي في الفيديو، أنا لو عملت كده باغيّرها، أهو يقول لي الحصول على رموز جديدة باقول له آه. تمام؟ طيب بيفيدوني في إيه بقى الرموز دي؟ الرموز دي بيفيدوني ببساطة شديدة إن أنا دلوقتي أي رمز من دول لو أنا حبيت أرجّع الحساب باقدر أرجّعه عن طريقه، يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي هاخش أفتح الجيميل ده في أي حتة تانية، مثلًا هنا أهو، أنا مثلًا هاجي من هنا أهو وأفتح الجيميل ده قدّامك دلوقتي، ثواني معلش أنا كتبت بتاعي غلط، أهو جيميل، تمام؟ أهو، هنخش هنا أهو وهاكتب الباسورد بتاع الجيميل ده غلط، يعني أنا هاكتبه بالقصد غلط، أهو، هاعمل add account وأقول له أهو ده الID بتاع الجيميل أهو، تمام، وهاكتب هنا أهو الباسورد غلط، هاكتب أي حاجة أهو، هاقعد أكتب في أي حاجة وخلاص، تمام أهو، لحد ما أقول له أنا نسيته، لحد ما ندوس هنا أهو، هيقول لك طيب دخّل لي أيوه الباسكي أو الرموز، هاقوم دايس هنا أهو وأدخّل الرموز اللي إحنا لسه عاملينها دلوقتي، تمام، هو بيقول لي بس إن إحنا لازم في البداية يبقى لازم التليفون نفسه بتاع الجهاز، فعشان أعمل الخطوة دي للأسف لازم أفتح التليفون وأحط البصمة وأضيف الرمز، فهيرجّع لك الaccount، بس هي الفكرة بس إن أنا من الكمبيوتر فهو بيقول لي ما ينفعش، لازم عشان تعمل الخطوة دي تعملها على الجهاز نفسه أو جهاز التليفون نفسه اللي فيه الجيميل ده، اللي هو التليفون اللي باصور لك بيه، فلازم هاجي هادوس بصباعي كده على الشاشة وأقوم مدخّل الباسورد عادي أو مدخّل الPSK أو مفتاح الرمز اللي إحنا لسه واخدينه. فبس، فدي كانت طريقة إضافية تقدر تأمِّن بيها قناتك، وطبعًا لو رجعت من ورا وطلعت برّه وعملت refresh هتلاقي الطريقة متفعلة أهو، زي ما أنت ما شايف دلوقتي إحنا معانا 10 رموز، وأقدر أخش تاني وأوصل لهم تاني ما فيش مشكلة، وعادي أقدر أغيّرهم في أي وقت، يعني أنا دلوقتي أنا حتى باورّيك الرموز دي وأنا متطمن لإن أنا لو عملت كده أهو refresh ببساطة شديدة هيجيب لي رموز جديدة خالص ما لهاش دعوة بالaccount أساسًا، أهو بُص هافضل عادي معاك للصبح ما فيش مشكلة، تمام؟
بس يا شباب، دي كانت طريقة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. شكرًا كتير ليكم، سلام عليكم.